انت اللي لوحدك شبهي، مكي وسلام، قصة صداقة خارج النص. رابط إنساني وفني قوي يجمع بين الفنان أحمد مكي والفنان محمد سلام بدأ منذ أكثر من 14 عام، وتحديدا منذ تعاونهم الأول في فيلم طير أنت سنة 2009، واستمر عبر عدة أعمال ناجحة أبرزها لا تراجع ولا استسلام والكبير قوي، ليصبح أحد أبرز الثنائيات المحبوبة في الدراما المصرية. وفي وقت سابق نشر الفنان أحمد مكي فيديو دعما للقضية الفلسطينية، وقال خلاله: أنا لا أدعي أن رجل دين ولا مثالي، أنا إنسان بسيط يخطئ ويصيب ويستغفر ربنا على كل تقصير. وتفاعل الجمهور مع كلماته، واعتبر الكثيرون ان الفيديو حمل ايضا رسالة دعم غير مباشرة لصديقه محمد سلام، الذي كان قد قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في مسرحية الزواج الصناعي ضمن موسم الرياض تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهو القرار الذي تسبب في توقف عدد من مشاريعه الفنية مؤقتا. هذا الموقف عزز العلاقة الإنسانية بين النجمين، وجعل الجمهور يربط بين موقف ميكي وسلام في رفضهما للظلم ودفاعهم عن مبادئهم دون تردد. ولم تقتصر صداقة ميكي وسلام على الكواليس فقط، بل امتدت لأعمال فنية ناجحة، منها فيلم طير أنت سنة 2009 مع دنيا سمير غانم وماجد الكدواني، وفيلم لا تراجع ولا استسلام عام 2010، ومسلسل الكبير قوي بجميع أجزائه من الأول وحتى الثامن الذي عرض في رمضان الماضي، وفيلم سينما علي بابا سنة 2011، ومسرحية حزلقوم سنة 2020. ومن المرتقب عودة ظهور الثنائي مكي وسلام في مسلسل كارثة طبيعية خلال الفترة المقبلة. وبعد فترة غياب دامت أكثر من عامين، عاد محمد سلام مؤخرا للظهور عبر مشاركته في أوبريت وطن السلام، الذي نال تفاعلا واسعا من الجمهور، ويستعد سلام لعرض مسلسله الجديد كارثة طبيعية عبر منصة واتشيت، الذي يأتي كأول بطولة مطلقة له، ويظهر مكي كضيف شرف في المسلسل دعما لصديقه، لتكون هذه المشاركة أولى ظهور فني يجمعهما بعد الجزء الثامن من الكبير قوي.